بسيطة للمبتدئات وحتى للنساء المقتصدات الموفرات اللي تحب حاجة نظيفة وحاجة يعني كما نقول حنايا باطل في دارك، غير السميد كاين والاشواق كاينه وانتي طيبتي فتلتي الكسكس وطيبتي غدا وليداتك من يديك وريحة الكسكس تعبق في الدار كامل. اول حاجة راح هنا عندي كمية السميد او السيمولينا، بعض الدول يقولوا السيمولينا ولا كما يقولوا له مهم دقيق قمح الصلب. ديري الكميه اللي تحوسي ديريها انت، يعني على حسب الوجبه اللي حابه ديريها ولا اللي حابه تخبيها. هنا راح نملح وملحت بزياده لاني من بعد راح نضيف السميد ونجملو بالماء يكون عادي، يعني ما يكون لا بارد لا سخون، عادي من الروبيني. ونجملو العجينه ما تكونش مرخوفه ياسر ما تكونش ناشفه، يعني كيف الرخساس. هنا راح نفتلو في الاشواق. هنا راح نقطع العجينه نتاعي الى قطع صغيره وما نكثرش ياسر باش ما نعمرش على الاشواق وما يجينش شي مشخشي. وراح نضيف السميد بهذه الطريقه، يعني كي شغل هذه الطريقه تاع اني نضيف العجينه ومن بعد راح نضيف السميد، هو اللي راح مع الشفره تاع الاشواق هي اللي راح تفتح كيما نقول حنا الحبات الكسكس وتفتلها. هنايا بعد ما تفتليها هاك ديريها الضربه ولا زوج، تفتحي ليها كي تشوفيها مازالت منديه ومازالت معجنه زيدي ضيفي لها السميد، لانه اذا خليتيها منديه ومعجنه راح كي تجي تغرب ليها راح تكون لك كويره تاع عجين ومش راح تكون لك مش راح تكون لك بربوشه كيما نقول حنا ولا الكسكس، مش راح تكون لك كسكس. فضروري ومهم جدا انك تنشفيها بالسميد بهذه الطريقه. وراح نكمل على نفس المنوال، يعني راح نقطع العجين وراح نضيف لها السميد، يعني ما يهمش السميد يكون نوعيه مليحه ولا مش مليحه، حتى نوعيه كي يعود عندك نوعيه رديئه عادي ديري، بالعكس هنا كما نقول حنا تقتصدي مثلا ساعات نشوف شكاره تاع الدقيق ونلقوها مش مليحه فتحيري، يعني ما يطلع لك لا رقاق لا تجيك مطلوع مزين لا يجيك خبز دار زين، فيعني ممكن يطلع لنا غير كما نقول حنا غير رخساس ولا محكوك كما نقول حنا كرسه مرخوص، ولا ساعات كي هكا توظفيه في الكسكس هكا فيتفتل معاك ويجي عادي يعني يتكل يعني هذا ساعات كي نطيحو في دقيق ما يتلاحش كما نقول حنا مش تاع مسمن ولا حاجه. فبهذه الطريقه راح توفري. وثاني مش بشرط ديري غير السميد، ممكن ديري تفتليه غير بدقيق قمح الكامل وراح يكون اصح. وانا في الغالب عفوا ان نفتلو كيما هكا بالطريقه هذه بدقيق قمح الكامل ويجي رائع جدا. فهالمره درته بسميد وقلت يلا نصوروا مع البنات وربما اي واحده يعني حتى تحب تفتل الكسكس ولا حاجه، يعني يكون سهل. نعرفوا فتل الكسكس عند كيما نقول حنا عند الحراير اللي تفتل الكسكس غالي، وحتى كي تشري كيلو غالي فايت كيما نقول حنا 25,000 الكيلو، فيعني الكيلو بالنسبه للعائله ما عنده ما راح يدير. فيعني كي تفتلي هكا في الاشواق وما يديكش الوقت تقريبا نصف ساعه يعني ما تجي تفتليه وتجي تفوريه ما يديكش معاك حتى 35 دقيقه. والشي في التفوار هي يدي التفوار خاصة التفويرة الأولى تدي معاك ربع ساعة لازم. هنا مهم كي نوصلوا لها راني نقولك عليها. هنايا كي تجي نكمل الكمية اللي عندي كامل، وهنا عندي غربال، أوسع غربال عندك يعني اللي عيونه واسعة هو اللي ديريه. علاش؟ لأنه بقى حابين راح نخرجوا الكسكس الخشن، يعني البونفور أو السفة، يعني كيما نقول حنا الكسكس الخشين ياسر هو اللي نديرو به السفة ولا البونفورة. واتجاه هذه الوجبة او الوصفة هذه وصفة تقليدية كنت درتها معكم وراح نخليها لكم هنا في الايه، وراح تشوفوا الكسكس هذا كيفاش يطيب بهذيك الطريقة. وهنايا كي تجي تغرب لي ساعات تلقي كويرات شوي كبار حليه مغرب بصباعك ولا هك براحة ايدك ولا بصبعك بخفيف خلاص ما تضغطيش، لانه اذا ضغطتي راح يعجن لك. اهم حاجه الكسكس الخشن هنا يكونوا الحبات قد بعضها، ما تكونش حبه كبيره حبه صغيره. ها انت غير فتلتي بيدك.
بصراحة أول مرة درت كيما هاك الوصفة هذه، الطريقة هذه ما صدقتش نفسي، يعني قلت هي بوشة كيفاش تفتل في الأجواء، قلت والله غنجربها. وكي جربتها ما جربتش كمية كبيرة، جربت بكاس. وحتى كي تحبي تجربي ما تجربيش بكمية كبيرة باش ما تحصليش فيها، ومع انه يعني يصلح معك. اهم حاجة يكون عندك الغرابل، يصلح معك. عندك كيما قلت لك الأشواق ولا الروبو العادي. ها شوفي كيفاه، حبة قد أختها. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. هنا بعد ما خرجنا الكسكس الخشن، هنا راح ندير بالغربال الرقيق المتوسط. هنا كنت اول حاجه درت بالغربال الخروج او الغربال اللي عيونه واسعه. هنا راح ندير بالغربال الضيق، راح نخرج الكسكس المتوسط. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. هذا هو الكسكس المتوسط. ثاني حبه قد اختها. راح نكملوا بالطريقه هذه. انا حابه نعطيكم الحبات كيفاه جاو، يعني قد بعضهم، كيما اللي نشروه من برا ولا كيما اللي نفتلوه عند لا هكا عند النساء اللي تفتل البربوشه. يعني يجي رائع جدا. وصدقيني يعني بطريقه هذه سهله وسريعه. واهم حاجه كي تجي تفوريه لازم تفوريه التفويره الاولى، يا اما تدهني الكسكس نتاعك بالزيت، يا اما ديري شاش كيما هكا. المهم انا عندي شاش هذا، المهم كي يعود شاش مغسول ونظيف مشمس. وما ديري ما تغسليش بصابون الريحه ولا درت له جل المعطر هذاك، لازم يكون مغسول بصابون الحجر. لانه اذا درتيه كيما نقول احنا اذا يكون مغسول بصابون الريحه راح تكون في ريحه الكسكس ريحه الصابون. فماذا بك يكون مغسول بصابون الحجره. وراح نفورو التفوار لازم يكون ربع ساعة. هنا هذا الدقيق اللي قاعد هنا تقدري تخرجي منه المسفوف او الكسكس الرقيق. انا بما انه ما عنديش الغربال الرقيق خلاص اللي خرج لي المسفوف، كما قلنا المسفوف اللي نديرو حلو. فواش راح ندير، راح نكمل نعاود نعجنو كيما نفس الطريقة. راح نقسم الكمية ونعجن، مش نعجنو عفوا، نجملو بالماء، والنصف الاخر راح ننشف به. وراح نكمل كيما هكا حتى تفضل العمليه عندي كامل. ساعات كيعود عندي الوقت ندير كيما هكا، وساعات نجملو كامل بالعجينه ونديرو كسره ولا نديرو خميره، نديرو الخميره. وساعات نديرو غرايف، كل ساعه واش ندير يعني انا والوقت اللي عندي. يعني كيما نقولوا حنا كي يقعد لك الطرح ولا يقعد لك دقيق ما ترميش. وكاين اللي يبسوه ومن بعد يعاودوا يفتلوا به، هذاك اللي يفتلوا باليد. هنا عاودت فتلته وراح نعاود نغربلو. ثاني راح نخرج الكسكس الخشين، وزدنا راح نخرج الكسكس الرقيق، وهكذا دواليك حتى نفضل الكميه اللي عندي كامل وما تبقاش عندي. وسبحان الله الكسكس اللي تفتليه في الدار يكون زاكي، ويكون كما قلنا فيه البركه، ماشي كيما اللي نشرو من برا. نشرو من برا كيف وكيف يعني هكا ما يسكاش. هنا كيما قلت لك التفوار لازم تفوري على شاش ولا كسكاس يكون مدهون. التفوار لازم تفوري على الاقل ربع ساعه الى 20 دقيقه حتى تشوفي البخار كثيف. علاش؟ لانه الطريقه التفوار هذا راح يخلي الحبات الكسكس كيما نقول حنا تقبض روحها، من بعد تبليها وتطيبيها ما تتحلكش. وفي نفس الوقت ما يضرش. وحتى كي تخزنيه مدة عام بعد ما تيبسي مدة عام راح ما يفسدش معاك، يعني ديجا راهو طاي. هنا اذا حبيتي تحلي غير بيدك عادي حليه، يعني ديجا يكون كما نقول حنا تفور مليح، يكون جمل في بعضها. تحلي بيدك عادي. اذا حبيتي ديري كيما انا درت في غربال الخروج الكبير خلاص وبديت نغربل فيه، اكيد راح يخرج كامل لانه ديجا منحيه الطرح كيما نقول حنا ولا الدقيق ومنحيه الخشين.
الخشين كيما قلت لكم بنفور الخشين راح نفورو ثاني بنفس الطريقه وحده. وهذا المتوسط، انا هذا المتوسط شوفي هنايا بعد ما تفوريه بهذه الطريقه، بعد ما تفوري تنشفيه، يا اما ديري له درا هكا نظيف ولا طرف قماش هكا نظيف وتنشريه في مكان يكون فيه الظل مدة أسبوع. ممكن تطلعيه للشمس للسطح، تطلعيه للشمس ينشف معاك مدة أسبوع 4 أيام، المهم حتى تمسيه تلقيه يابس طول. تقدري تخزنيه، تخزنيه يعني في البلاكار، باش بشرط ديري في مجمد ولا حاجه، في البلاكار يقعد معاك مده عام. المهم ديري له في الاسود حب، ممكن ديري له في الاحمر اليابس ولا القاوجه، وتخزنيه في كيس من القماش. وبهذه الطريقه تكوني درتي عاوله عام. لكن انا بما اني راح نطيبوا الغدايه، فورت الفويره الاولى وراح نكمل نطيبه. فالكسكس يعني ما حبيتش نديرو معاك باش ما يجيش الفيديو طويل، وديجا درت معاكم قداش المره الكسكس. المهم هذه هي الكميه اللي اعطاني الكسكس. وهذا البنفور، هذا الكسكس الخشين اللي هو البنفور، وهذا الكسكس الرقيق او المتوسط عفوا